السلام عليكم ورحمة الله. أخباركم إيه؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة كريب اقتصادي كده ولذيذ وطعمه أحلى من اللي بره كمان. معايا نص كيلو من صدور الفراخ المتقطعة صغير قوي كده، أو نص كيلو بانيه هتقطعيه صغير كده، أو صدور على وراك مفيش مشكلة. ومعايا فلفلاية مقطعة وبصلاية مقطعة وجزرتين مبشورين. حطيت طاسة على النار فيها شوية زيت صغيرين، وهحط فيها البصل والجزر والفلفل، وهنشوحهم تشويحة بسيطة كده. نشوحها كده تشويحة بسيطة، ونحط فلفل ونحط بهارات، يعني نظبط ملحهم كده. هنحط دلوقتي الفراخ معاها، ونشوحها برضو لحد ما تدخل كده في سوا او تستوي يعني. نحط فلفل وبهارات فراخ وشوية من الكمون تديها طعم حلو. ونقلب كويس لحد ما الفراخ تستوي. نظبط الملح، الحشوة بقى اللي معايا، يعني دي كانت الحشوة الأولانية، دي الحشوة التانية. عبارة عن جبنة رومي مقطعة صغير جدا، ولانشون مقطع صغير كده، وفلفلاية برضو خضرة. ممكن تستبدلي اللانشون بأي حاجة تانية، ممكن تقطعي مثلا هوت دوج أو أي حاجة. حطيت معاهم معلقتين زيتون مخلي، وأقلبهم على بعض كده وأحضرهم. مقادير بقى عجينة الكريب يا جماعة بتبقى كوباية دقيق، كوباية لبن، وبيضاية، أو كوباية دقيق وكوباية مية وبرضو بيضاية. عايزين تعملوا مثلا مية ولبن، يعني الكوباية تبقى مية ولبن مفيش مشكلة. أنا عشان هعمل كوبايتين من الدقيق عملت كوباية مية وكوباية لبن، وبرضو هحط البيضتين. يعني أنا دلوقتي حطيت في الكبة كوبايتين دقيق، كوباية لبن، كوباية مية. اللي عايز يحط لبن كله مفيش مشكلة، او اللي عايز يعمله بالمية برضو مفيش مشكلة، بس اللبن بيديله طعم حلو. وهحط البيضتين، ونحط شوية من الملح، شوية صغيرين مش كتير، وشوية من الفلفل الاسود عشان يبقى طعمه حلو. ونضربه بقى في الكبة لحد ما نحس ان مفيش تكتلات خالص في الدقيق. ودول حوالي 5 معالق كبار من الزيت، وهنضربهم كويس. ودي عجينة الكريب، بتبقى يعني نوعا ما نازلة كده زي ما انتم شايفين، تبقى تقيلة نوعا ما يعني، بس بتنزل بسهولة كده. نسيبها كده ترتاح 10 دقايق عبال ما الطاسة حتى تسخن. ندهنها دهنة خفيفة، ده أول مرة بس. لو الطاسة مش بتلزق أصلا، من الطاسات اللي ما بتلزقش، فمش لازم ندهن، يعني ممكن دهنة خفيفة قوي أول مرة وخلاص. نبدأ بقى نحط الكمية اللي هتفرد معانا في الصينية، بحيث يبقى الحجم اللي انت عايزاه مثلا قد الرغيف او اكبر من الرغيف. فدي الطاسه دي بتديني حجم اكبر من الرغيف البلدي كده شويه، متوسط كده. هنجيب بقى فوطه جنبك او قماشه نظيفه كده، ونفرشها على صينيه ونطلع عليها الكريب علشان ما يعرقش على الصينيه ويعمل ميه ويبوظ. نفردها كده في الصينيه، هو ما بياخدش وقت خالص. يا دوبك اول ما تحرك كده يتحرك بسهوله معاكي، خلاص تقلبيه الناحيه التانية وخلاص كده. نمسك الطاسة كده يمين وشمال كده، نوزع العجينة جواه.
نحركها كده بس من الجنب بالسباتولا كده، وبعدين نرفعها بايدينا عادي. ونخلص بقى بقية الكمية بنفس الطريقة. سهل جدا، والحشوات متنوعة يا جماعة. تقدروا تعملوه حلو، تقدروا تعملوه بحشوة صوص شوكولاتة، تقدروا تعملوه بمربى جوز الهند على زبيب، بيبقى حلو وفيه حادق. يعني ده يعتبر من الحادق، والحلو بيبقى حاجات تانية كتير، تقدري تحشيه حتى بالفواكه واي حاجة يعني، بيبقى جميل جدا. نفرد بقى، ناخد بقى الرغيف بتاع الكريب، نقلبه كده على الناحية اللي هي بتبقى تحت. نحط بقى اي صوص جبنة عندنا، لو ما فيش صوص جبنة ما فيش مشكلة. انا كان عندي صوص جبنة، فانا هحط صوص جبنة واحط كده بطاطس محمرة، يعني عشان يبقى زي حاجة بره بالظبط، بدل ما ناكلها بره وبتبقى مكلفة جدا، وغير ان انت مش عاملاها بايدك وما تعرفيش هي معمولة ازاي. دي حاجة نظيفة جدا وطعمها والله خطير، هيعجبكم ان شاء الله. ونقفله كده ونركنه كده دلوقتي على جنب على صينية او حاجة لحد ما اخلص الكمية، علشان نحمره كله مع بعض. ده صوص الجبنة، احط معلقتين كده او معلقة كبيرة، نفردها كده، نحط عليها البطاطس، ونحط بقى عليها الحشوات اللي احنا عايزينها. كمان ممكن تعملي بالخضار مع الفراخ، كوسة مقطعة، بطاطس مقطعة، بسلة، كل ده بتبقى اكلات جميلة جدا. صوص الجبنة ده كمان بيديله طعم حلو قوي. نيجي بقى عند الطاسة، ندهنها دهنة خفيفة كده بالزبدة، ونسخنها الاول يعني تسخين كويس، ونحطها على الناحية اللي احنا قفلنا منها. دهنة بسيطة كده من فوق، علشان لما نقلبه ما نحطش مادة دهنية تاني. ياخد بس تحميرة كده، عشان بيديكي قرمشة كده واحنا بناكله، بيبقى طعمه حلو قوي قوي. كمان ممكن لما تحطيه في الطبق وخلاص هتاكله، ممكن تحطي كمان صوص جبنة من فوق، او كاتشب، او اي حاجة تحبيها. وبكده تبقى خلصت وصفتنا. لو عجبتكم اعملوا لايك واشتراك للفيديو، علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.